السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. كده جايلكم فيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله يعجبكم. بتعملي ايه؟ بعمل ايه؟ خلطة المحشي. معايا رز هنا مغسول ومتصفي كويس، وبصل بصل كده كويس، كمية حلوة مبشورة ناعم، وتوم مفروم وشبت وكزبرة برضو. كل ده بتتخلط على الناشف كده. ومعايا طبعا الطماطم ده انا مسبكاها، انتوا عارفين طبعا طريقتها، عملتها قبل كده. وبخلط كل الخليط بقى في بعضه. معايا هنا الورق بتاع الكرنب انا سلقاه ومقطعاه ومجهزاه. هنا بقى الحله بتاعتي انا غسلاها كويس، مقطعه فيها بقى ايه، بصل وطماطم وفلفل او شطه الموجود عندكم، وبرده شويه خضره من اللي انا مقطعاهم في المحشي، وبتحط عليهم معلقتين زيت بس كده. هنا الورق بقى اللي انا سلقته مقطعاه كويس كده على قد بقى الحجم اللي انتوا عايزينه. طبعا ما كانش في حد موجود بقى عشان يصورني، فانا هفصل شويه وبلف شويه وبوريكم شويه. اللي لسه اول مره يشوفني، دي قناتي يوميات هناء. اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. كده لفيت بقى اول سطر كده من الحل، بوريكم بس اللي انا برصها كده. وبقى ايه يعني الرصه التانية بقى بجيبها عكس الاتجاه اللي انا عملته. اه كنت بوريكم هنا اهو. يعني انا جبت الجنب ده كده، ارجع اعكس الحله واجيب الجنب ده عكس التاني، لغايه ما الحله تخلص بنفس الطريقه برضو. هنا خلاص بقى كنت خلصت كميه المحشي معايا كلها، وخلصت الحله. وركنا بقى حلة المحشي على جنب. معايا هنا البطاية الحلوة دي، انا كنت غلت لها المية وحطيت فيها ملح، وسبتها فيها كده لغاية ما كل المية وصلت لها. هبدأ انضفها بقى كويس. انا بنضفها كويس قوي، حتى الريش الصغير ده بشيله بقى. انضفها بقى وارجع لكم تاني. هنا خلاص بقى خلصتها خالص، ما شاء الله ما عادش فيها اي حاجة. بقت فله هنا اهي، من الظهر ومن كل حتة. لسه هفتحها بقى كده وننقعها شوية كده ونشوف هنعمل ايه. كده خلاص خلصتها وبقت زي الفل. هنقعها بقى كده بقى في، نحط لها شوية دقيق بقى ونعصر عليها ليمون، نحط شوية ملح وخل ونسيبها نص ساعة كده. يلا ما تنسوش بقى اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يصلي على النبي، واللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل علامة الجرس. هنا كنت بسيبها بقى تتنقع، وبجهز البصل بتاعي بتاع الخلطة اللي انا هعملها لها. انا ما جبتهاش معاكم بقى وانا بعملها، ان انا عملتها كتير في البط. هنا بقى خلاص ما شاء الله، شوفوا الدسامة بتاعة البط بدأت تطلع على الوش اهي. انا هسيبها كمان تغلي كمان شوية، لما تتقل اكتر من كده عشان اخد منها شوية للمحشي.
اسيب البطة كمان شوية كده لما الشوربة بتاعتها تحلو شوية. هنا خلاص بقى بدأت اخد من الشوربة واحط بقى على المحشي. لون الشوربة ما شاء الله جميل، صافي كده وحلو. في الوقت ده بقى الدنيا كانت بتشتي وكان الجو برد موت، يعني المحشي ده جه في وقته. اغطي عليها بقى واسيبها كده لما تبدأ تغلي كده، نشوف بقى ندور الحلة كل شوية. وهغطي بقى على البطة تكمل السوا بتاعها. نعمل ايه بقى؟ نغسل شوية المواعين بتوعنا كده زي ما احنا متعودين. اغسلهم بالصابون اللي انا عملته معاكم الفيديو اللي فات. ما شاء الله الصابون ده ما اقولكوش عليه، يعني انا عندي البريل سايباه وبغسل بيه لان ما شاء الله رغوته بيلمع. حتى بيلمع البوتاجاز اكتر من البريل. جربوا طريقة الصابون دي ان شاء الله هتعجبكم. كنت بوريكم إن انا عندي بريل ومش وسايباه وبغسل بالصابون. وعملنا الصابون عملناه من شوية زيت، يعني كانوا بيترموا، يعني مش كان في ناس بترمي الزيت اللي هو مستعمل ده. تحوشوه كده كمية عندكم لغاية ما يبقى ريتل ونص كده، او زي ما انتوا عايزين الكمية اللي انتوا عايزينها. يبقى صابون نضيف وريحته حلوة. جربوه بقى في غسيل ألمونيا كده وغسيل البوتاجاز، اي حاجة عندكم فيها اي حاجة بينضفها. وبيحوش البقع اللي في الملابس والهدوم. الشرابات. شفتوا بقى. انا كنت غسلت شوية بقى وفصلت كده وهشطفهم معاكم تاني. اغسل كمان الصينية دي معاكم بقى واكمل الباقي كده وبرجع لكم تاني. طبعا هنغسل المواعين دي عشان لسه في بقى مواعين بعد الاكل ما يخلص بعد الغدا، عشان كله ما يتكومش علينا كده.
خلاص كده الحمد لله خلصت شوية المواعين ورصيتهم كده على الحوض لما يتصفوا شوية وبعدين ارجعهم مكانهم. ايه رأيكم بقى في لمعان وحلاوة الصابون؟ كده خلصنا كل حاجة معانا في الحوض، بقى نروح نشوف المحشي بتاعنا عمل ايه. لسه بيغلي المحشي بقى، هندور الحلة كده عشان يستوي من جميع الاتجاهات. الجو بيشتي النهاردة وهو مقلوب كده، مش حتى انا بسجل الفيديو كمان لسه الهوا ما شاء الله كده قايم والجو بيشتي. هنا اللي بقول لكم البطة كانت لسه مولعة عليها لسه مستوتش. هنا المحشي بقى بدأ يتشرب، هبدأ اهدي عليه شوية، مش قوي يعني. خلاص كده المحشي نشف خالص تماما، بقى هنبدأ نهدي على النار ونسيبه بقى يستوي براحته. خلاص كده البطة كانت استوت، جبتهاش معاكم وحمرتها في الفرن بقى وظبطتها كده وقطعتها وجهزت كمان الليمون. لسه بقى هنشوف المحشي هنغرفه مع بعض ان شاء الله الفيديو يعجبكم. بوريكم السوا بتاع البط ان انا بسيب اي طيور عندي لما اسيبها لما تستوي تمام. جينا بقى للمحشي. انا ما كنتش عارفه امسك اصلا البتاع من سخونيه الغطا بتاع الحل. ما شاء الله على المحشي ده، كان محشي ما شاء الله عليه. كده خلاص. يلا اشوفكم على الف خير، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامه.